قدرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تحدث طفرة كبيرة في مجال التعليم، وبذلت طاقتها ومجهودها في تحديث المناهج، وده وفقا للمعايير الدولية والعالمية، وده اللي ساعد بشكل كبير في بناء أجيال بشخصيات مصرية قوية علميا وتعليميا. وده اللي حصل من خلال نقل التعليم من شخص بيتلقى المعلومة لشخص بيشارك وبيساعد نفسه في إنه يحصل على المعلومة. تعالوا كده نعرف التطورات اللي حصلت في كل نظام من أنظمة التعليم في مصر. في التعليم الأساسي استفاد أكتر من 9 مليون طالب في مرحلة رياض الأطفال لحد 5 ابتدائي، ودي من منظومة المناهج المتطورة اللي قدرت تعمل تغيير جذري في فهم الأطفال. ومش مجرد تعليم مناهج وبس، لا كمان اهتموا بأن الطالب يكون عنده معلومات عن القيم والقضايا العامة اللي هيحتاجها بعد كده. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فحصل تغيير تام في الضوابط الخاصة بتقييم الطلاب، وتم إلغاء فكرة الحفظ والتلقين دي تماما، وده اللي كان سائد طول السنين اللي فاتت، وحلت محلها فكرة الفهم والتطبيق. ده غير كمان تسليم الطلاب 1.5 مليون جهاز تابلت خلال السنين اللي فاتت. وكمان الدولة قررت ان الأجهزة دي تبقى هدية من الدولة لأبنائها الطلاب. والحقيقة ان دور مصر في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانتش مقتصرة بس على تطوير المناهج ونظم التعليم المختلفة، لا كمان اهتموا بتطوير المدارس والخدمات اللي بتقدمها. ونجحت الدولة المصرية خلال ال7 سنين اللي فاتت في إنشاء 20 مدرسة دولية بتعتمد على أحدث المناهج التعليمية العالمية. وما زالت الدولة مستمرة في التوسع بالمنظومة الخاصة بالمدارس الدولية، واللي ظهر ثقة المجتمع فيها. ده كمان غير التوسع في إنشاء المدارس اليابانية واللي وصلت عددها ل40 مدرسة، والتوسع كمان في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا واللي وصلت لأكثر من 15 مدرسة. وفي ظل خطة الدولة لتطوير المدارس الدولية والمناهج التعليمية ما نسيتش التعليم الفني، وقدمت استراتيجية وطنية لتحسين التعليم الفني، وقدرت تحسن جودته علشان يواكب سوق العمل العالمي، وده من خلال سعيها في بناء نظام تعليم فني قوي، وده بالتشاور مع أصحاب الأعمال وإنشاء مناهج متطورة علشان تقدر تنفذ مهارات كل شخص بحرفية عالية، وده وفق الطلب الخاص بسوق العمل. ده غير نظام تقييم الطلاب الجديد اللي اتنفذ سنة 2022 واللي بيعتمد على التقييم التكويني. ده بكل بساطة عبارة عن متابعة تعليم الطلاب وتقديم كل السبل اللي بتساعده في فهم وحدات البرنامج الدراسي، بجانب تزويد الطالب والمعلم بمعلومات عن مستوى الطالب من خلال اللي حققه في البرنامج الدراسي. وكثفت الدولة كمان جهودها في تطوير المعلم وتزويد مرتبه، واللي بيعتبر دعم كبير ليه ولجهوده، واستفاد من القرارات دي أكتر من 1 مليون معلم سواء في التعليم العادي أو في الأزهر. كمان قدرت الدولة إنها توفر تدريبات مهنية لرفع قدرات المدرسين وتعيين 150 ألف مدرس على مدار 5 سنين. وطبعا كلنا شفنا التطوير الجامعي واللي شهد طفرة من خلال تطوير الجامعات المصرية، وكمان بقى في جو تنافسي بينها وبين الجامعات العالمية، وقدرت انها تجذب عدد كبير من الطلاب الوافدين. وزادت الجامعات بنسبة 17%، ووصل عدد الجامعات ل27 جامعة سنة 2020. واهتمام الدولة ما اقتصرش بس على الجامعات الحكومية، لا ده كمان الجامعات الأهلية والخاصة، ووصلت لعدد 35 جامعة سنة 2020. وما زالت الدولة مستمرة في تطويراتها وجهودها، ولسه في عدد من الجامعات الأهلية اللي بيتم تنفيذها في حلوان وأسيوط وبني سويف وبنها وأسوان وغيرها من المحافظات.